السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود أحمد في سلسلة الدروس الخاصة بنا بلغة برمجة بايثون 3. ده الجزء الخاص بالجي اي باستخدام مكتبة كيوتي. الدرس اللي فات كنا اتكلمنا كريتنا ويندو، اتعلمنا في الدروس اللي فاتت ازاي نعطلها ويدث وهايت، واتعلمنا ازاي نقدر اننا نعطلها تايتل هنا، وازاي نقدر نغير الايكون، واتعلمنا ازاي نقدر نعطلها بعد عن الشاشة من فوق ومن تحت اكس وواي عشان خاطر نحدد المكان اللي هتظهر فيه. كل ده بنتعامل مع الويندو بس. لاحظ ان انا عملت كومنت على الجيومتري واستخدمت الموف والريسايز بس. هتيجي كده نكريت بutton زرار بسيط كده، ونشوف ازاي انا بقدر ان انا اكريته واقدر اتعامل معاه، احط له تول تيب مثلا. عشان اكريت بutton هعمل متغير مثلا اسمه btn، واستخدم الكيو بوش بutton. ظهرت لك اول حاجه. تمام. الكيو بوش بutton بياخد منا التكست اللي هيظهر على البوتون ده انت هتسميه، هنسميه مثلا كلوز. تمام. يبقى انا كده عملت البوتون ده محتاج، انا ما قلتلوش طوله وعرضه، لسه عاوز احدد الحجم. لو لاحظت هنا في الويندو لما جينا نحدد الحجم استخدمنا الريسايز. طب ما تيجي كده نجرب الريسايز هتلاقيها موجوده. قلتله مثلا 80 و80. تمام. طيب كريتنا البوتون واعطينا له الحجم. تعالى كده نعمل رن. ما ظهرش حاجه. ليه ما ظهرش؟ انا دلوقتي قلت ان الكيو ويدجت دي بيظهر عليه دي الويندو الفاضيه بتاعتك، انا لسه ما حطيتش عليها حاجه. طب انا دلوقتي مش عملت بوتون، المفروض ان انا احدد للبوتون ده انه يظهر على كيو ويدجت. تمام. الكيو ويدجت دي في متغير اسمه ايه؟ ويندو. طب تعالى حط هنا الويندو. يبقى انا حددت له الويندو اللي هو هيترسم عليه، او الكيو ويدجت اللي هو هيترسم عليه. ظهر عندك البوتون هو ده. لو لاحظت هتلاقي البوتون فوق هنا على الشمال، لان انت ما حددتلوش هيظهر فين، انت حددت له طول وعرض بس. طب ما تيجي نحدد له يظهر فين. لما انا كنت عاوز احدد للويندو انها تظهر فين استخدمت ايه؟ الموف. تعالى استخدم هنا كمان الموف. تمام. احط له مثلا الموف 180. تمام. اعمل كده ران. ظهر معايا هنا. هو ده البطن بتاعي. يبقى انا اول حاجه عملت ايه؟ عملت اوبجكت من الكيو بوش بطن، وحطيت له الكلوز اللي هو الاسم بتاعه، وحطيت له الويندو او الكويدجت اللي هو هيظهر عليه. استخدمت الريسايز وغيرت الحجم بتاعها، حطيت له 80 و80 زي ما انا عاوز، واستخدمت الموف وحددت المكان اللي هيظهر على الشاشه. لو لاحظت ان انا البطن ده لما بضغط عليه مفيش اي حاجه. تمام. طب ما تيجي احنا بقى نحط له حاجه عشان لما نضغط عليه يحصل حاجه. btn دوت كليكد، عشان لما انا اضغط في كليك وفي كليكد، اختار كليكد. تمام. دوت كونكت دي بستخدمها عشان اربط بين البطن بتاعي وبين الايفنت اللي بيحصل. هو مش هيوضح قوي المره دي، بس في دروس خاصه بالايفنتس هنشرح فيها ازاي كل حاجه. تمام. هستخدم هنا الاكزit علشان تعالى كده اعمل ران. قفل الويندو من الامر اكزت، تعمل خروج. لما انا اضغط كليكد كده عمل اكزت للويندو، يبقى كده البطن بتاعك قفل. زي ما انا قلت الكونكت دي بتستخدم عشان تربط بين الايفنت ده اللي هو الاكزت، بين الايفنت اللي هو الكليكت اللي انت ضغطت، وبين الحدث اللي هيحصل، الحاجه اللي هتحصل اللي هي الاكزت. لو انت لاحظت ان انا لما بكريت الويندو وبقف على البطن مفيش اي حاجه بتحصل خالص. ساعات لما انت تقف مثلا على برنامج هنا تلاقي ظهر لك مثلا كده، تلاقي ظهر تحت كلمه نوت باد. شايف نوت باد اللي ظاهره دي؟ اقف مثلا هنا تلاقي هيظهر دلوقتي مثلا IDE بايثون جي او. دي حاجه اسمها تول تيب. طب ما تيجي نعملها كده للبطن. btn دوت set تول تيب ظهرت اهي. من الحاجات دي انا بستخدمها انا كتير، فبتلاقي دايما ظاهره قدامي تول تيب. هتكتب ايه؟ هنكتب كليك تو كلوز، يعني اضغط علشان تقفل. تمام. اعمل ران للويندو، اقف كده ظهرت اهي كليك تو كلوز. بعد النهارده اتعلمت ايه؟ اتعلمت اني ابدا اكريت بطن باستخدام الكيو بوش بطن. حطيت له التكست اسمه كلوز، وحطيت له الكيو ويدجت اللي هو هيظهر عليه.
بعد كده استخدمت الريسايز وغيرت الحجم بتاعه، واستخدمت الموف وحددت وهيظهر فين بالنسبة للويندو بتاعتي، واستخدمت الست تول تيب علشان احط تول تيب للباتون بتاعي. تمام. واستخدمت الكليك دوت كونكت عشان لما انا اضغط يحصل الايفنت بتاع الضغط، يحصل اكزيت من خروج من البرنامج. لاحظ ان التول تيب مش على الباتونز وبس، لا انت ممكن تحطها لاي حاجه حتى للويندو اللي عندك. تعالى كده نجرب ان احنا نحطها ويندو دوت سيت تول تيب سمين بروجرام. تعالى كده اعمل رن. ظهرت اهي زمين بروجرام. تقف في اي مكان في قلب البرنامج تلاقي ظهرت زمين بروجرام اللي هي الرسالة اللي بتظهر قدامك. تمام. تعالى نعمل رن تاني، مش عارف بتغيب ليه في الظهور. ظهرت اهي زمين بروجرام. درس النهارده كده خلص، كان درس بسيط جدا. ان شاء الله في الدروس الجايه هنتعمق اكتر واكتر في الباي كيو تي. انتظرونا في الدروس الجايه. لو في اي استفسار او اي اسئله واقفه قدامك بامكانك انك تسالها على تحت الفيديو او تسالها في الجروب الخاص بيه بايثون كوميونتي. انتظرونا ان شاء الله في الدروس الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.